مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قد البحر. بقالي ياما ما طلعتش اتكلمت معاكم. كنت الدنيا بقى كانت شادة جامد بسبب الاسعار، الخامات والحاجات وكل اللي انتوا عارفينه. وشايفه ان كل الناس منساقه تجاه الاحباط اللي بنسمعه في الجروبات. عايزه اقول لكم ان انا خرجت من كل جروبات الهاند ميد. والله خرجت من كل جروبات الهاند ميد بسبب زي ما قلت لكم قبل كده الطاقه السلبيه اللي بيدوها لبعض. النهارده جايين نتكلم في ستارت اب. دايما كلمه ستارت اب دي دايما بتتقال على شركات التكنولوجيا والحاجات اللي هي ليها علاقه بالتكنولوجيا اكتر من شغلنا. بس انا واخده منها اللي هي بدايه، يعني نبتدي من اول وجديد، ما فيهاش اي مشكله لما كل يوم تقولي لنفسك انا هبدا من اول وجديد ومفيش حاجه هتوقفني. حتى لو كنت بعتي خاماتك، هاتي خامات تاني واشتغلي تاني وكبري نفسك. يعني البني ادم اللي عنده هدف المصمم عليه، بالذات اللي بيحب حاجه، انا مش عارفه، يعني احنا كلنا مدمنات الكروشيه عارفين الموضوع ده. اللي بيشتغل بايده ما يقدرش يوقف، ما يقدرش، استحاله يقدر يقول انا مش هشتغل. لا، استحاله. انت ازاي مش قادره تحركي ايدك؟ لا، ابدأي من اول وجديد. لو عندك صفحه ارجعي نشطيها، لو ما عندكيش صفحه اعمليها من اول وجديد. ابتدي، السوق واسع جدا، وعلى فكره محتاج الناس اللي في مصر اللي بتتذوق الهاند ميد. ابدأي وحاولي واعملي ريلز كويسه، الريلز اللي بتنجح. ابتدي قوي نفسك. لو انت ناقصك حاجه او انت كان عندك مشكله، دوري ايه هي المشكله. ايه المشكله اللي كانت بتواجهك؟ انت مش عارفه تقيمي شغل كويس، انت الخامات اسعارها غاليه، هاتي الخامه الممتازه. دوري على اقل حد بيبيع وهاتي الخامه الممتازه. وانت شاطره ابدعي، وصدقيني هتلاقي اللي يتذوق منتجك. وحشتوني، كنت حابه اطلع ادردش معاكم في الكلمتين دول. بس كمان كنت عايزه اقول لكم حاجتين. اول حاجه، الفتره الجايه ان شاء الله هننزل فيديوهات تعليميه لكل الحاجات اللي نازله على الانستجرام والناس محتاره فيها، مش عارفه توصل للتكنيك بتاعها. هننزل فيديوهات ان شاء الله بالتتالي، يعني مثلا بالتوالي، يعني مثلا ممكن مره كل اسبوع ننزل فيديو تعليمي لمنتج. فعايزه اللي كان شاف حاجه وعايزها يقول لي انا عايز طريقه كذا في الكومنتات، وانا هعمله، يعني هستعجل ان ده الفيديو اللي يبقى مطلوب الاول. يعني اي حاجه انت شايفاها بقى على الموقع بتاعنا وعلى الانستجرام وكده عايزاها، قولي طب لو سمحتي دي ممكن طريقتها، بس مش على الانستجرام، مش على الشغل، لان اول ما تعملي كده على الانستجرام محدش هيرد عليكي لان ده موقع الشغل اكيد. لكن تعالي هنا قولي انا عايزه مثلا طريقه تنفيذ المنتج الفلاني، هقوم مستعجله اني انزلك الفيديو بتاعه الاول. ولو في حد عنده استفسار عن اي حاجه، انا والله موجوده واحب اساعدكم كلكم، واحب ان كل الناس تبقى شغاله ومبسوطه.